السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات، اليوم غادي نهضروا على واحدة من أعظم النساء في التاريخ الإسلامي، هي السيدة خديجة بنت خويلد. نهضروا عليها كتاجرة ناجحة ومستقلة ماديا، ووحدة اللي دعمت النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم في الدعوة. القصة ديالها غادي تعلمنا بزاف ديال الحوايج، بينها الشجاعة، الصبر والإيمان. السيدة خديجة بنت خويلد كانت من عائلة محترمة وميسورة في الكعبة. من صغرها كانت معروفة بالنزاهة والذكاء، هي اللي بينت قدرتها في التجارة، وبقات واحدة من أهم التاجرات مكة. الناس كانوا كيعيطوا لها ويلقبوها بأمينة مكة. فاش تعرفت على النبي صلى الله عليه وسلم شافت فيه الصدق والنزاهة، ومن غير هذا الشيء دعمته ماديا ودعمته حتى معنويا. كانت كتقول له ربي سبحانه وتعالى دائما معنا. هي اللي عطاته القوة باش يبدا الدعوة الإسلامية وسط واحد المجتمع صعيب بزاف. السيدة خديجة ما كانش غير شريكة في الدعوة الإسلامية، ولكن حتى في الحياة الزوجية. ربات مع النبي صلى الله عليه وسلم بزاف ديال الأطفال، وكانت السند الكبير ليه. بالرغم من التحديات بقات قوية وصابرة ومخلصة لقيمها. شنو تعلمنا من هذه القصة القصيرة الواقعية ديال السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها؟ تعلمنا منها الشجاعة، ما تخافش تقف مع الحق. تعلمنا من الاستقلالية، الإنسان يقدر ينجح ماديا ومعنويا. والدعم الحقيقي أحيانا كدعم الشخص المناسب يعطيك القوة تبدل العالم. السيدة خديجة بنت خويلد كانت أكثر من مجرد زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت رائدة وكانت تاجرة وكانت ملهمة لكل امرأة. القصة ديالها كتبين لينا بلي المرأة قادرة تدير فرق كبير في المجتمع. إذن أخواتي، من بعد هذه الوقفة القصيرة مع السيدة خديجة بنت خويلد، شنو رأيكم فيها؟ اكتبوا لي في التعاليق رجاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.